عبد العال. حبيبي يا مهيب، ازيك؟ انا قلت مبروك. ومليار مبروك كمان. اقول لك على حاجه. يعني انت بتقول اللي يهاجموا، مين اللي يهاجم؟ يعني انت بتقول اي ايه؟ حد محدش يعني يهاجمه. معرفش. لا بص، اللي بيهاجمه ده بيبقى ما بيشوفش. يعني انا هقول لك بمنتهى الامانه، النهارده فنيا لا، فرقه المغرب اعلى من فرنسا بكتير. فرنسا النهارده اخطف واجري او انتش واجري، خبره، جابوا جون في اول 5 دقائق، ده اللي فتح الجيم بالنسبه لهم، وعملوا زون ديفنس وخايفين من فرقه المغرب. هنا بقى تقدر تقول ايه؟ ان ما حدش يقدر يهاجم. ليه؟ لان الركراكي عمل حاجه كويسه قوي، ان هو نازل في الاول باسلوب دفاعي، وده طبيعي، واي حد مكانه اللي هيقول لك لا هو بيلعب دفاعي ليه؟ لا، يلعب دفاعي، ده انا بلعب ضد بطل العالم، ضد بطل العالم. عارف يعني ايه بطل العالم؟ يعني انت لما تشوف مبابي وجريزمان وعندك جيرو وعندك معرفش اللي في نص الملعب بلاوي متلتله، واخد بالك؟ لازم الاول أأمن نفسي. دخل جون، قلب الطريقه. هنا بقى امكانيات المدير الفني اللي هو يتفوق على ديشامب ويقلب الطريقه من الحته الدفاعيه للحته الهجوميه، ونشوف ان طول ال90 دقيقه ان المغرب هو اللي راكب الجيم، المغرب هي المستحوذه، المغرب هي الاخطر. بعد كده ما شفناش فرنسا غير في الجون الثاني. ولو في حظ الكره اللي جت في القائم تخش جون، ولو في حظ الكره اللي وقفت تحت رجل المدافع، واخد بالك؟ ده في عفاريت في الجون، ده في سحر بقى هنا، ده في سحر هنا، الكره مش عايزه تخش. طب يا سيدي 2-1، الناس دي ماتت يعني، حتى كمان يعني، بس ربنا له حكمه. المهم يعني، فمين اللي هيهاجم؟ اللي هيهاجم ده يبقى راجل من هنا اسود، يبقى راجل من هنا ما زي التيشيرت اللي انت لابسه، زي التيشيرت ده بالظبط. لا ده ممكن كمان يمكن التيشيرت يفتح شويه، انما هناك هتبقى ليه سواد. ايه ده؟ واحنا حد كان متوقع من الناس في المغرب والناس في العرب كلهم ان المنتخب المغربي يعمل الاداء ده، يعمل الكرة دي؟ انا النهارده اول مره يلعب كوره، اول مره المنتخب المغربي يلعب كوره. يلعب كوره ازاي؟ انه كان طبعا ده طبيعي ان بيلاعب اسبانيا بيعمل زون ديفنس، بيلاعب بلجيكا بيعمل زون ديفنس، بيلاعب لان بيكسب وبيحقق الهدف اللي هو عايزه. طب انا هاجم ليه؟ فاحنا قلنا ده ماشيه معاه بالصدفه، ماشيه معاه كده بالضالين. انما النهارده بعد 5 دقايق ويخش جون فيه ويقلب للطريقه الهجوميه ويخلي فرقه فرنسا كلها اجعص واحد فيهم بيقابل من نص الملعب وهم مضيعين وحظهم كان سيء. لا كده انا بقول لمنتخب المغرب وحشه جدا النهارده. ايه؟ فرنسا كانت وحشه جدا النهارده عشان في اسود بقى. بص، هي فرنسا ما قابلتش فرقه لغايه دلوقتي من العيار التقيل. تقدر